مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. النهاردة هناخدكم رحلة تانية جوه كابوس مؤلف الفيلم اللي قرر يكتبه ويشاركنا بيه. في بداية أحداث الفيلم بنتعرف على شيري وبنعرف إنها بتشتغل مع راجل أعمال كبير اسمه جيمس، وبتكون مسؤولة عن كل حاجة مش بس في شغله كمان في حياته. في يوم ذكرى جوازه من مراته جودي بتجهز شيري ميعاد عشاء وهدية لمراته بنفسها، وبتكون شيري عايشة لوحدها مع بنتها بعد ما انفصلت عن جوزها اللي خانها مع أعز صحباتها. ومن ساعتها وهي وقتها كله لشغلها وبنتها ودراستها لأنها بتعمل دراسات عليا في المحاماة. وبنشوف شيري في طريقها للبيت وبيكلمها جيمس وبيقول لها إن النهارده كان عنده ميعاد مع عميل مهم جدا اسمه إيسان، وميعاد مقابلة العميل في نفس ميعاد عشاء مع مراته جودي. فبيطلب من شيري تروح وتغطي مكانه، وطبعا مش بيكون قدامها حل غير إنها تقبل. ووقتها بتتصل ببيبي سيتر تيجي تقعد مع بنتها، وهي بتبدأ تجهز للميعاد. وبتبدأ البيبي سيتر تشجعها إنها تتزوق لعل العميل يطلع عريس محتمل ولا حاجة، خصوصا بعد ما بيشوفوا صورته وبيلاقوه راجل جان وشيك. فبتسمع شيري كلامها وبتتشجع وبتقرر تبص لنفسها شوية، وفعلا بتلبس الحتة اللي على الحبل وبتروح لإيسان البيت، وهناك بتلاقيه أحلى من الصور بكتير وبتنبهر بجماله. بيعرض عليها تشرب مشروب خاص هو بيعمله بنفسه وفعلا بتشربه، وبعدين بيعزمها على العشاء بره، وهو ده عشاء العمل اللي ما كانش فيه أي علاقة بالعمل. وقعدوا يتكلموا في حياتهم وتحكي له عن بنتها ودراستها، وهو طبعا بينبهر بيها وباستقلاليتها وشطارتها. لحد ما في نص الكلام بيجي كلب يقرب من إيسان، وهوب الهبة بتروح والبرستيج بيتبعتر. بيتعصب إيسان جدا ومش بيعرف يسيطر على خوفه، وبتستغرب شيري رد فعله. فبيعتذر لها وبيقول لها انه تعرض وهو صغير لعضة كلب ومن ساعتها وهو متعقد. فبتتفهم شيري موقفه، وبعد العشاء بيقرروا يخرجوا ويسهروا سوا، وفعلا بينطلقوا. وبيخلص اليوم وبيوصلوا لبيت إيسان، وبتطلب شيري عربية عشان توصلها لبيتها، مع ان من الجنتلة كان إيسان بنفسه وصلها وبعدين روح هو، لكن ما علينا. وبيبان ان في انجذاب حاصل ما بينهم، وبتحس انها لقت الراجل اللي هيعوضها عن خيانة جوزها ليها والحياة الناشفة اللي هي عايشاها، خصوصا انه راجل غني جدا وكمان وسيم. وبيعرض عليها إيسان تلغي العربية اللي طلبوها وتدخل معاه يشربوا المشروب بتاعه الخاص. بتتردد شيري شوية عشان ما تتأخرش على بنتها، لكن مشاعرها بتتحكم فيها وبتقرر تدخل معاه، ويا ريتها ما دخلت. مسافة ما بتدخل البيت بتخرج وهي مسروعة وهدومها متقطعة ومضروبة، وبتكون في حالة هلع ورعب. بتجري في الشوارع تحاول تستنجد بكل الناس، لكن محدش بيعبرها ولا بيساعدها، لحد ما بتلاقي 2 ستات ولاد حلال بتطلب منهم يتصلوا بالشرطة لأنها تعرضت للاعتداء من شخص مختل. وفعلا الست بتعمل كده، لكن لما الشرطة بتيجي بيتهموها بالسكر وإن اللي بتقوله تخاريف، وبدل ما بتكون هي الضحية بتبقى المتهمة وبياخدوها على الاسم. بتتحبس شيري وبتكون حاسة بأمان جوه السجن أكتر مما كانت في الشارع، وبيكون معاها في الحبس واحدة بتسألها عن قصتها، فبتحكي لها شيري اللي حصل معاها. وقتها الست بتتخض وبتقول لها ان ده نفس اللي حصل مع صاحبتها واختفت، ومن وقتها في بنات كتير بتختفي على ايد الراجل ده. وبتقول لها انه مش هيسيبها وهيوصل لها، وان حلها الوحيد انها توصل لواحده اسمها السيده الاولى، هي دي اللي في ايديها الحل. وبتقرر الست دي تستنجد بالظابط يخرجها من الزنزانه عشان ما تبقاش مع شيري، احسن يوصل إيسان في اي لحظه. فبتتهم شيري انها اعتدت عليها، وشيري ما بتبقاش قادره تفهم كل اللي بيحصل ولا تجمعه، وبتستسلم خالص. لحد ما بتلاقي إيسان فعلا داخل عليها جوه الحبس، وبيقفلوا عليهم على اعتبار انه زيارة ليها. ورغم رفضها للزيارة إلا إنهم بيدخلوه وكأن ليه سلطة كبيرة عليهم. بيقول لها إيسان إنه كده كده مش هيسيبها وهيخلص عليها، لكنه عاجبه قوتها وإصرارها، فهيديها فرصة تهرب منه لحد الفجر، ولو معرفتش هيقتلها. وفعلا البوليس بيخرجها فبتطلع تجري، وبتقرر تروح لمديرها جيمس وتحكي له اللي حصل. بيتصدم جيمس من اللي حصل لها وبيطلب منها تبات معاه هو ومراته في البيت، لكن بنلاحظ ان مراته جودي ساكته وجواها كلام كتير، وبنتخيل انها رافضه وجود شيري، بس ما بتكونش دي الحقيقه. بعد ما شيري بتستحمى وبتغير بتفتح لابتوب جيمس باعتبارها مديره اعماله وبتعمل سيرش على اسم إيسان، وبتتصدم لما بتلاقي جيمس هو اللي بيدبر مواعيد الضحايا البنات كلهم مع جيمس، وبتتفاجئ اكتر لما بتلاقي اسمها ضمن الضحايا دول. بتدخل عليها جودي واللي بتكون عارفة حقيقة جوزها الواطي، وبتحذر شيري وبتقول لها ان إيسان مش طبيعي وهيقدر يوصل لها في اي مكان من ريحة دمها، عشان كده لازم تحاول ما تنزفش وتنظف نفسها اول باول عشان ما يوصل لهاش. بيدخل جيمس عليهم في اللحظة دي، فبتجري شيري وبتهرب من البيت، وبتركب اول اتوبيس تقابله وبتاخد موبايل السواقه وبتكلم تري طليقها تستنجد بيه وتطلب منه يجيلها عند مكان معين. وبتنزل عند المكان ده وبتدخل الحمام، وهناك بيخبط عليها الباب جامد، ولما بتخرج بتلاقيه إيسان.
بيجرها من شعرها وبيديها العلقة التمام، وبيقول لها إنه يقدر يوصل لها في أي وقت. بيجي صاحب السوبر ماركت اللي في المنطقة وبيرفع سلاحه على إيثان عشان يسيبها، لكن مجرد ما بيبص له إيثان الراجل بيمشي، وكأن إيثان بيعرف يتحكم في عقل اللي قدامه. بتقدر شيري تضربه وتهرب، وبيكون تري وصل. بتحكي له اللي حصل وبتطلب منه تروح معاه على بيته هو ودون صاحبتها القديمة اللي خانها معاها زمان. ولما بيوصلوا بتكون دون رافضة دخول شيري، لكن لما بتشوف منظرها بتصعب عليها جدا، والصداقة بتحن مرة تانية وبتحضنها وبتدخلها البيت وبتطلب منها تاخد شاور وتغير هدومها، وده اللي شيري بتعمله. وبتروح تقعد مع اخو تري اللي معروف انه بيقرا التاروت، بتطلب منه يقرا لها اذا كانت هتموت النهارده ولا لا. وبيتفاجئوا لما يطلع الورق ورقه فيها موت، وورقه فيها قوه واراده، وورقه فيها برج. بيقول لها ان القوه والاراده دي هتكون نابعه منها هي، لكن طبعا مش بيلفت نظرها غير ورقه الموت. وفجاه بيخبط إيثان على باب بيت تري. تري مش بيكون موجود، لكن دون واصحابها بيفتحوا له وبيقرروا يحموا شيري. بتحاول تحذرهم لكنها مش بتلحق، وبيكون خلص على اللي في البيت كلهم، وبياخد شيري في حضنه ويرقص معاها، وبيكون عاوزها تستسلم له وتسيب نفسها ليه وبعدها يقتلها، ومش بيكون قدامها حل غير كده. وهو واخدها وماشي بيقابله تري على الباب اللي بيعمل فيها راجل وبيحاول يتكلم مع إيثان. وهنا بيتحول إيثان في لحظة وبيفصل رقبة تري عن جسمه. في اللحظة دي بتهرب شيري وبتجري منه، لكنها بتلاقيه وراها، وأخيرا بتخبطه عربية. بس قبل ما يفوق بتقرر تشتته، فبترمي منديل فيه ريحتها في مكان وتمشي من مكان تاني. وفعلا بتنجح خطتها وبيتشتت إيثان لما بيصحى. بتروح شيري للكنيسة وتستنجد بالقصة اللي هناك، لأنها بتحس إن إيثان شيطان وممكن علاجه يكون في صليب ومية مقدسة، لكن جبروت إيثان بيخليه يدخل الكنيسة ويضرب القسيس. ولما بترمي شيري عليه المية المقدسة على أساس هيتحرق وكده، بيضحك وبيستهزأ بيها ومش بتأثر فيه، وبيتحول وبيظهر لها لأول مرة بصورته الحقيقية واللي بتصدمها تماما. لكن في اللحظة دي القس بيقوم وبيضربه، وبتقدر شيري تهرب، وبتلاقي في الشوارع صور لبنات مفقودين وفي رقم التواصل مع السيدة الأولى اللي حل مشكلتها في إيديها. فبتقرر تروح لها، وهناك بتدخل مكان عامل زي السبا، لكنه في الحقيقة مكان مجهز لحماية البنات دول. وبتقول لها السيدة الأولى واللي اسمها دينا إن هي وإيثان من آلاف السنين جم الأرض عشان رسالة سامية، لكنه تمرد وقرر ينصر الجنس الذكوري على الأنثوي. عشان كده الستات الأقوياء المستقلات اللي من نوعية شيري بيحب يقضي عليهم، وهي الست الوحيدة اللي صمدت معاه كل ده. وإن نقطة ضعف إيثان هو النهار، لو طلع عليه الشمس يموت. عشان كده كان مديها مهلة يموتها لحد الفجر، وبتطلب منها دينا إنها تساندهم وتستدرجه عشان يقضوا عليه لحظة شروق الشمس. شيري بترفض وبتحس إن كده دينا بتضحي بيها وهتكون مجرد طعم لإيثان، لكن لما بتقول لها دينا إن خطر إيثان هيفضل مستمر لسلالتها كلها، يعني لو قتلها هيروح يقتل بنتها كمان، وقتها بتقرر شيري تحط إيديها في إيد دينا وينفذوا الخطة. وفعلا بيتم تجهيزها، وبتروح لملاهي كبيرة وبتبدأ تفتح جروح عشان تستدرجه بدمها وتنادي عليه. بس المرة دي بيجي وهو متخفي ومش بتكون شايفاه، لكنها حاسة بكل ضرب وتعذيبه ليها لحد ما بيظهر لها وبيعلقها قدامه. وبيكون فاضل دقايق بسيطة والشمس تطلع. بتحاول شيري تستغل الوقت وبتضحك على إيثان وبتقوله إنها خلاص هتستسلم له وهتسلم له نفسها، وبتطلب منه يعمل معاها علاقة زي ما كان عايز وبعدين يقتلها. ولما بيعمل ده بيكون وقت شروق الشمس جه. بتسحب شيري حجر وتكسر بيه الإزاز اللي بيدخل جزء من شعاع الشمس مش بيأثر عليه. وقتها بيعرف إنها عاملة عليه حوار فبيقرر يموتها، لكن دينا والبنات اللي معاها بيظهروا ويكسروا الإزاز كله، والشمس بتدخل من كل اتجاه. وساعتها بينهار إيثان وقواه بتتهالك تماما، وأخيرا بتحرقه دينا وبتخلص عليه. وبتحس شيري بالنصر لنفسها ولكل الستات، وأخيرا بترجع بيتها لبنتها. الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعاليفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وما تنساش تقول لنا رأيك في الفيديو وتعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.